السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. الصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. انا النهارده كده نزلت السوق، رحت اشتريت كده شويه حاجات من ضمنها ورق عنب، وقلت عايزه اخزنه. فهو ليه طريقتين في التخزين. الطريقه الاولانيه دي بصراحه انا معتمداها من زمان قوي وانا بعملها، انك انت بتغسلي ورق العنب، تشطفيه كويس بالميه، وبعد كده بتروحي محضره حله فيها ميه وتحطيها على النار وتعصري فيها ليمونه ومعلقه زيت بس، ولما تغلي بتسلقيه يا دوب، تحطيه كده دقيقتين وتطلعيه ماشي، وتحطيه في مصفى لغايه ما يتصفى خالص وتروحي حاطاه في كيس اهو زي كده، حاطاه في كيس اهو زي كده اهو شايفين اهو. بعد ما تصفى من الميه رحت حاطاه في كيس وهحطه بقى في الفريزر. دي الطريقه دي بصراحه انا معتمداها من زمان وبشتغل بيها من زمان، وحلوه قوي جدا، وبطلع منها يعني لما بعد ما احطه من الفريزر بطلعه اسيبه يسيح، واروح مجهزه الخلطه واروح حشيه. تمام. الطريقه الثانيه اللي انا لقيتها منتشره قوي على اليوتيوب، فقلت اجربها السنه دي. قلت اجربها في كيلو بس، ما رضيتش، قلت مش عايزه اجازف لان ما جربتهاش قبل كده، فقلت اجربها في كيلو. فبتعملي بتجيبي ورق العنب، بتروحي قاطعه منه اللي هي العنقود بتاعه اللي هو اللي هنا ده، شايفين اهو، كله ما فيهوش العنقود اللي هو الطويل ده بس. وتروحي جايبه يا اما الاسترتش راب، انا بصراحه ما عنديش استرتش راب خلص، فرحت جبت اللي هي الكياس بتاعت السندوتشات، تفتحيها وتروحي بقى حاطه فيها الورق العنب اللي انت رصيتيه فوق بعضه اهو، رصيته فوق بعضه، وتروحي حطاه كده من غير ما تغسليه، من غير اي حاجه، لان لو جبتي عليه ميه هيبوظ. تمام. وتروحي مطبقه كده اهو، وتروحي لفه بقى كده اهو بس كده. ودي اللي كان مربوط بيها العنب، ورق العنب انتوا عارفين بنجيبه بيبقى ربط كده، بتبقى ملفوفه بواحده زي دي، تاخديها وتروحي لفه بيها اهو، وتروحي ربطها كده. طبعا لو استريتش راب مش هيحتاج الربطه دي، ليه؟ لانك انت هتروحي شداه، هيروح هو ماسك لوحده في الورق العنب، يعني هتلاقيه قفل لوحده اهو. بص عملت الكيلو كده، كيلو بس، قلت اجرب في كيلو، عملت اهو كله كده. تمام اهو. بعد كده بقى نجيب كيس، مش هيقضي في الكيس ده، نجيب كيس واروح حاطاه فيه واحطه في الفريزر. تمام بس كده. يبقى دي طريقتين لحفظ ورق العنب في الفريزر، يا اما الطريقه دي، ولما تطلعيه بقى من الفريزر بتسيبيه يسيح خالص، وبعد ما يسيح تشطفيه بقى، تعاملي معاه عادي كانك لسه شارياه، تشطفيه شطفه خفيفه كده على الحنفيه، وبعد كده تكوني مجهزه ميه برضو حاطه فيها عصره ليمون ومعلقه زيت، تخليها تغلي، وتروحي سلقاه كده يا دوب، تحطيه وتطلعيه بس، وتكوني محضره الخلطه وتحشيه بيه. دي طريقه الورق العنب ده. تمام. اما المسلوق بيبقى جاهز، انت غسلتيه اوريدي قبل ما تخزنيه، لكن ده ما ينفعش يتغسل قبل ما يتخزن يا جماعه، لان الميه هتعمل تلج وهيتكسر منك، هيبقى وحش جدا، مش هينفع، تيجي تطلعيه تلاقيه اتكسر. ماشي. وده برضو لما تيجي تحطيه في الفريزر لازم تحطيه في مكان بعيد عن ايدك، علشان ما حدش يحركه كتير، لان اول ما هيتجمد لو حد داس عليه ممكن يتكسر. تمام. فخلي بالك قوي بقى من الموضوع ده، عشان كده قلت هجرب في كيلو بس. اما الطريقه التانيه دي بصراحه المسلوقه دي من زمان قوي، اللي هو نص سلقه كده، من زمان قوي وانا معتمداها، يعني على طول لما يكون عندي ورق عنب زياده بروح جايبه كيس حاطاه في الورق العنب اللي هو المسلوق ده، واحطه في الفريزر، اما عاوزه بطلعه اسيبه يسيح بس، وتكوني مجهزه الخلطه وتحشي على طول خلاص. تمام كده. ده ورق العنب. انا برضو اشتريت كميه طماطم كويسه، حطيت منها شويه في الفريزر وشويه قلت اعملهم صلصه، فلسه بقى انا ان شاء الله بكره باذن الله، عشان احنا دلوقتي بالليل. انا حطيت خلاص القوطه كده على النار، غليت شويه، الصبح بقى هكمل ان شاء الله. تمام. كل اللي انا عملته ان انا غسلت القوطه وقطعتها، حطيتها في حله وخليتها غليت شويه. تمام. عشان تقصر، ما حطيتلهاش ميه خالص، هي جابت ميتها وبس، ما حطيتلهاش ميه نهائي. بس نكمل مع بعض بكره بقى ان شاء الله. خلاص. يبقى عرفنا طريقه حفظ ورق العنب سهله قوي. خلاص. وانا ان شاء الله اجرب معاكم الطريقه دي، وان شاء الله
بقول لكم نتيجتها ايه. اما نتيجه التانية دي انا عارفاها وحلوه جدا وضمناها مية مية، وبس بعملها كتير يعني. خلاص، يلا بالهنا والشفا بقى للي ياكل. يلا سلام عليكم. السلام عليكم حبايبي، ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. الصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. على فكره دي الصلصه. استنى بس، انا مش عارفه ليه الاضاءه ظلماها بصراحه. دي الصلصه خلاص انا عملتها طبعا امبارح وقفلت عليها، سبتها تبرد خالص بالليل لغايه تاني يوم اهو النهارده اما صحيت. فايه هعبيها بقى في برطمانين، والباقي هحطهم في كيس في الفريزر. البرطمانين اللي انا هحط فيهم الصلصه هحط على وشهم زيت. اما الكيس طبعا مش هتحطي زيت لانك هتحطيهم في الفريزر. تمام. وانا بعد طبعا انتوا عارفين ان الطماطم جبتها غسلتها قطعتها حطيتها على النار تستوي من غير ولا نقطه ميه. هي طبعا فيها ميتها، جابت ميتها وشربتها تاني ونقصت واتبخرت الميه اتبخرت، فضلش غير القوطه بس. بعد كده رحت جايبه الهاند بلندر ورحت ضربها. ما عندكيش هاند بلندر بالخلاط، تمام. وبعد كده تصفيها، تمام. وبعد كده تروحي حطها تاني على النار وتروحي حاطه لها 3 معالق سكر. الكميه دي انا حطيت 3 معالق سكر و3 معالق ملح، تمام، وربع كوبايه زيت، وقلبتهم وخليتها غليت بيهم شويه لغايه ما بقاش فيها ميه خالص واتبخرت خالص. رحت ايه بقى طافيه عليها. خلاص اهي شايفين عامله ازاي اهي. رحت طافيه عليها وقلت ايه اسيبها بقى تبرد خالص لغايه ما عايزاها تبرد تماما، ما بتبقاش سخنه ولا دافيه ولا كلام من ده، لا ماشي، عشان ما تعرقش منك. خلاص. وبعد كده ايه هعبيها بقى في البرطمانات وهوريها لكم. ماشي، يلا هعبيها وارجع لكم تاني. ايوه يا حبايبي، انا حبيت اوريكم الحله بس قبل ما احطها في الحوض. شايفين؟ ولا شايطه ولا اي حاجه. لازم اهم شيء تاخدي بالك منها كويس قوي، ما تخليهاش تشيط منك، لانها لو شاطت منك هتغير اللون وتغير الطعم، تمام. فلازم تبقي متنبهه ليها، يعني دايما قلبي فيها، موطيه النار، تاخدي بالك كده منها، لانها لو شاطت هتغير لونها وتغير الطعم، تمام. انا حبيت بس اوريكم الحله، ارضيه الحله اهي لسه ما وصلتهاش. ارضيه الحله اهي شايفين عامله ازاي، ما فيهاش اي شياط. خلاص، يبقى ايه لازم ناخد بالنا من الحته دي كويس قوي. خلاص كده ماشي، هوريكم بقى ايه. ايوه يا حبايبي، خلاص انا عبيت الصلصه اهي، عبيتها في البرطمانين وعملت 3 اكياس اهو، حطهم برضو في الفريزر. البرطمانات هحط على وشها زيت اهو، بصوا هحط على وشها زيت بس كده. الزيت يغطي الصلصه بس كده، تمام اهو. خلاص اقفلها بقى واحطها في التلاجة. دي تتحط في التلاجة عادي تستعمليها. خلاص. اما دول بقى احطهم في الفريزر وقت ما احتاجهم بقى اطلعهم، ماشي، يقعدوا بقى سنه ما يجرالهمش اي حاجه. خلاص كده ماشي، يلا اعملوها بقى وخلوها في البيت، بتنفع قوي والله. ماشي، يلا سلام عليكم.